بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيت اليوم أنبه إخواني وأخواتي على نوع من أنواع المواد الغذائية الضارة جدا بالصحة والمدمرة لصحتنا وصحة أطفالنا خاصة. النوعيات سواء هذه أو غيرها، أنا لا أعادي شركة معينة، لكن أي حلويات ملونة ترى لها أضرار كبيرة. أعتقد شايفين اللون هذا، ما هو هذا اللون اللي بتشاهديه بالكوب؟ هذا عبارة عن ماء عذب صافي، هو دم أطفالنا وصحتنا. بنضيف لها هذه الحلوى بألوانها وبنسيب أطفالنا يتغذوا عليها، وبعدين لما توصل للجسم شوفي قديش كمية الألوان الموجودة فيها. وعلى فكرة بتضلها يمكن 5 دقائق أو 10 دقائق وإحنا نحاول نذوب، ما تذوب بسهولة. شايفين هذا إلى الآن قاعدة أقلب فيها ما ذابت، وهذه هي يعني أجربوها بأنفسكم. طبعا هذه الأصباغ بتأثر حتى على الكبد والكلى وتدمر صحة الطفل وصحة الكبير والصغير، وخاصة اللون الأزرق. اللون الأزرق عدو للصحة. غير الأصباغ، هذه الأصباغ ما هي طبيعية، هذه أصباغ كلها صناعية. وتتأكدوا بأنفسكم، اقرأي الأصباغ اللي خلف المادة الغذائية، هذه دمار للصحة. طبعا لما نظل شوية بنحرك وبنصف فيها، هذا شوفي الألوان. شفتي أختي الكريمة، أخي الكريم، أيها الأب، أيها الأم، هذه المسؤولية الله سبحانه وتعالى بيسألنا عنهم. هذا هو. أتمنى أن احنا يوصل الفيديو هذا نوصله لأكبر قدر من المجتمع عشان ينتبهوا لأنفسهم ولأطفالهم واللي تحت أيديهم من المسؤولية أمام الله عز وجل، إن هذه الألوان بتأثر على الصحة واللي احنا بناكل فيها صباح ومساء. ممكن الطفل أحيانا بيخلص كيس واحد، غير السعرات الحرارية والسكر اللي فيه، وبعد كذا بنقول إيش اللي يدمر الكلى وإيش اللي يدمر الكبد، غير تغذيتنا الخاطئة. هذا هو. شايفين اللون؟